خبر هز عالم كرة القدم المغربية بشكل كامل في خطوة ما كان يتوقعها أي أحد. نجم عالمي كبير قرر يرجع لأرض الوطن. خلونا ندخل مباشرة في تفاصيل هذه الصفقة اللي الكل قاعد يتكلم عنها ويصفها بالتاريخية. نعم، الخبر صحيح 100% وأكيد. النجم الدولي المغربي حكيم زياش وقع رسميا لنادي الوداد الرياضي. مثل ما سمعتوا بالضبط، الساحر رجع للبطولة الاحترافية بصفقة تعتبر قنبلة الموسم. كل الأوساط الرياضية وصفت الانتقال بهذه الكلمات: الموضوع أكبر من مجرد صفقة عادية، كثير يعتبرونه الحدث الأهم في تاريخ الدوري المغربي كله. والسؤال اللي يطرح نفسه، كيف صار هالشيء؟ وليش الحين بالذات؟ طيب، إيش هي بالضبط تفاصيل هذا الاتفاق اللي فاجأ الجميع؟ خلونا نشوف الأرقام والحقائق وراء هذه الخطوة اللي ممكن تغير شكل سوق الانتقالات في المغرب للأبد. إذن، النقاط الأساسية واضحة. حكيم زياش صار لاعب ودادي في صفقة انتقال حر. ومين اللي أكد الخبر؟ خبير الانتقالات الأول في العالم فابريزيو رومانو بنفسه. يعني الموضوع منتهي ورسمي. بس النقطة الأهم هنا هي مدة العقد. زياش وقع عقد يمتد لغاية عام 2027. هذا ما هو مجرد عقد لسنة أو سنتين عشان ينهي مسيرته. هذا التزام طويل الأمد ويدل على وجود مشروع رياضي كبير وثقة بين الطرفين. وهنا تظهر القصة الإنسانية وراء الصفقة. حسب كلام رئيس الوداد، الموضوع ما كانش فلوس أبدا. زياش كانت عنده عروض مغرية جدا من أندية تانية، لكن رغبته الشخصية وحنينه للرجوع للمغرب كان هو السبب الأقوى. وحتى نفهم القرار هذا بشكل أعمق، لازم نرجع بالزمن شوي ونشوف مسيرة الساحر في السنوات الأخيرة. كيف وصل من قمة المجد في أوروبا لهذه النقطة الحاسمة وقرر يرجع للديار. رحلته الأخيرة كانت متقلبة. بعدما صار نجم كبيرا مع آياكس ووصل لقمة المجد الأوروبي مع تشيلسي، مر زياش بفترة عدم استقرار، خصوصا في تجربة القصيرة مع نادي الدحيل القطري. ويبدو أن هذه المرحلة الصعبة هي اللي خلته يفكر جديا بالعودة للبحث عن الاستقرار والتألق من جديد. الحين نوصل للسؤال الأهم: إيش يعني هذا الانتقال فعلا؟ لأنه تأثيره يتجاوز فوز الوداد بلاعب عالمي، وممكن يكون له أبعاد تغير شكل الكرة المغربية بالكامل. بقيمته السوقية الحالية اللي توصل لحوالي 3.5 مليون يورو، زياش وهو بعمر 32 سنة راح يصير اللاعب الأعلى قيمة في البطولة المغربية. هيدا الرقم لحاله يوضح حجم الصفقة وتأثيرها الكبير. الفوائد واضحة للكل. بالنسبة للوداد، هذه إضافة هائلة ترفع طموحات الفريق في كل البطولات. بالنسبة للزياش، هي فرصة ذهبية عشان يسترجع مستواه في بيئة يعرفها وتحبه. والأهم يمكن للمنتخب المغربي اللي ممكن يشوف عودة قوية لأحد أهم نجومه قبل بطولة أفريقيا الجاية. في النهاية يبقى السؤال الكبير مطروح: هل عودة زياش هي مجرد صفقة تاريخية ولا هي بداية لمرحلة جديدة تماما للكرة المغربية؟ هل ممكن نشوف نجوم ثانيين يرجعون ويرفعون مستوى الدوري؟ كلنا على أعتاب مرحلة جديدة ومثيرة، والأيام الجاية هي اللي راح تجاوب على كل هذه الأسئلة.